صباح الخير على كل مستمعين الشباب والرياضة في برنامجنا بكرة أحلى. معاكم إسراء إبراهيم إسراء حسن في برنامج بكرة أحلى. هنتكلم عن مواضيع تخص الشباب وتخص الشارع المصري. النهاردة ممكن نتكلم عن التنمر. التنمر ده في حاجة فظيعة يا إسراء، يعني حاجة مجرد ما تنزلي الشارع أصلا بتلاقيه في وشك، بيقابلك في كل حاجة في كل وجهة. للأسف كمان في شباب بياخدوه على إنه ضحك وهزار، هو حاجة كوميدية يعني ههزر عليكي وخلاص. ايه ده انت ما ضحكتيش؟ طب انا مش مهزرة معاكي تاني بقى، ده انت بتزعلي. لا الموضوع مش كده اصلا. الموضوع التنمر اصلا يعني ان انت بتتكلم على حاجه، يعني عيب في الشخص اللي قدامك، سواء بقى لون بشرته مثلا، شكل جسمه، عنده عيب في حاجه مثلا، بالزبط. عنده اعاقه في حاجه. بالظبط. او ده دلوقتي وصل التنمر لللبس، يعني بيتنمروا على لبس الواحد، مثلا حد لابس لبس عادي جدا مفيهوش حاجه ويتكلم على طريقه اللبس مثلا، طريقه عندي الكلام. دايما حاجه اقول انه ما تعبش حد دلوقتي، لان انت ممكن الدنيا تلف بيك وتبقى عندك نفس الحاجه بعد فتره. يعني اللي يتريق على مثلا مستوى تعليمي لعياله او شكل بيبي مثلا لسه مولود، ممكن الزمن يعيد نفسه وتلاقي نفسك محطوط في نفس الموقف وتتضايق بقى انه انت عملت في الشخص. يعني هي دين تو دين بتلف الدنيا، بتلف. ايوه طبعا. مع العلم انه يعني دين تو دين بس مش في ولادي، او ان احنا يعني انا مثلا لا هي لا تزر وازرة بالظبط وزر اخرى، انه انا اولادي مش شرط ان هم يشيروا سيئة انا كشخصي اللي عملتها. لا صح. هو ممكن تترد لي انا سواء دنيا او اخره، هي مش ده لو من الناحية الدينية. من الناحية بقى الاخلاقية في المجتمع، لا يعني انتوا يعني انا عمري مثلا ما افتكر ان انا لو حد وقع او حاجة وقعدت اضحك عليه، ما بعرفش اعملها. بحس ان هو لا، انا المفروض اقوم اسال، مش اقعد اكركر على جنب واضحك. لا دلوقتي يعني هو مجرد الوقعه لازم بعديها ضحك، نضحك بقى ونقعد نفتكر ونتريق ونقعد لا اصلا في ناس اصلا بتضحكي على وصلت التنمر ان هي تتنمر على نفسها اصلا. ما ده الجديد بقى. بص هو يعني اصلا احنا كمصريين اصلا يعني نكتب كل حاجه مصحوبه بضحكه، فيا ما بالك بقى موقف مضحك. بس الحاجات الموجعه انا ما بعرفش أيوة بصراحه يعني هي مؤذيه مؤذيه ان انت تضحكي على حد دي انا ما بحب اعرفش. هو مؤذيه بصراحه في النقطه دي، بتاثر على الجانب النفسي لينا. حتى لو انا اظهرت لك اني انا مش متضايقه وما عنديش مشكله، وان انا بضحك معاكي اهو، انا ممكن اروح وابقى مأذيه نفسيا على فكره. حاجة. انا ممكن اتقبلها منك لو انا واسراء صحاب. طب ما بالك بقى بس مش لو حد في الشارع، حد في الشارع مثلا وقع وانتي بقى شفتيه وضحكتي، يا بالك بقى تأثير نفسي عليه بقى صعب قوي. يوم سيء بالنسبه له، انه يعني لو هي ارض اصلا دلوقتي اي حد يقع في الشارع يسيب نفسه وهو واقع ويبص يشوف مين اللي شافه عشان ما حدش يتنمر عليه. حاجات كتير مأساة يعني بصراحه. لا حاجات يعني كتير احنا مش مضمونين اصلا خالص. ممكن حاجه كمان مش في ايدي. يعني في حاجات اصلا مش بايدي، دي مثلا خلقه ربنا. حاجه انا مش قادره احلها دلوقتي، حبوب في بشره او تعب معين، حاجه انا مش بايدي ان انا اغيرها دلوقتي ونتريق عليها. لا، ما هو التنمر اصلا بيبقى على ايه؟ بيبقى على الحاجات اللي هي مش بايدينا ان احنا نقدر نغيرها. التنمر بتبقى على حاجات جايه من عند ربنا. يعني يعني انا هقول لك على حاجه، لما يكون حد عنده مثلا عيب خلقي في اي حاجه في جسمه، يعني انا باي حق انت تيجي تتكلم وتتنمر عليه؟ ربنا اصلا اصطفاه ابتلاني بالحاجه دي، فهو ده الخير ليا في الوقت ده، راضيه بيه. فمش متاح ومش مسموح لاي حد ايا كان انه يقول لي انت، يتريق عليا في شغلانه، في حاجه. يمكن يعني انا مثلا كليه معينه واشتغلت في مجال تاني او عملت حاجه تانية، انا حره، انا حابه، انا مش مسموح ان انت تيجي تقلل او تتنمر او ان انت تتريق على اللي انا بعمله. مادام انا اللي حابه اعمل ده ومرتضياه، يبقى مش مسموح لاي حد ايا كان هو مين انه يقلل من شأني. بس وانا بعيب على فكره على كمان اللي بيتقبل التنمر اصله. يعني ما انت اديته مجال، انت سمحت له وكنت انت بتزوده اصلا ان هو لا ممكن ناخد، احنا عايزين نقضي عليه، مش عايزين ان احنا انه لا نسمح له ان هو يسود المجتمع. يعني هو التنمر ده لو كنا نيجي نسمع عنه زمان، ما كانش فيه لفظ التنمر ده اصلا، ما كانش موجود. بس مع الاختلاف ان كان موجود اصلا تنمر، بس
بس كان موجود. علشان ما كانش واخد مساحه كبيره في المجتمع، ما كانش ليه اسم. احنا ليه سميناه دلوقتي؟ عشان بقى هو اصلا زي صفه موجوده اصلا في بعض الناس، بقت مترسخه في أنا المجتمع أعرف اصلا، حد ليها مكانتها. أنا أعرف حد هي بتقولي أنا بحب التنمر، يعني هي شايفة ده، بتقولي بنتعلم منه. يعني شوفي احنا بقى دلوقتي، هي حرفيا بتقولي كده، بتقولي احنا لما هي ممكن تبقى سامعاني بقى دلوقتي. احنا لما بنتنمر على حد احنا بنتعلم ان احنا ما نعملش الحاجه دي. عادي، ما هو هيجي اللي بأي يتنمر منطق. عليكي. على فكره في فرق كبير قوي بين التنمر وبين ان انا اعلم حد. انا ممكن اعلمك او مثلا اقول لك الفت نظرك لنقطه معينه، مثلا انت غلطتي في حاجه، مثلا يعني مش قلتي من وراكي، مش من وراكي، يعني انا ماشي. بيني وبين لا لا، بس كمان على فكره ايه، التنمر مش بيبقى بقولها قدامك لكيش. بقى من يعني وراكي بس، لو هو بيبقى قدامك عيب، او لو وراك. هو عيب وممكن يتصلح، وانا لو انا هقوله قدام مجموعه فانا كده بفضحه، انا ايوه، ما مش هو لا انت بنصحه. بتقول لا، بس بقول لك اخده ايه، على جنب. في مثل كان بيقول لك ايه، النصيحه على الملأ فضيحه. ده يعني ما انت ده كده اصلا، حقيقي. انت كده مش، انت كده لو انت بتنصحني، رايد لي فده خير ده اصل ما التنمر تقولهاش اصلا. بقى ده انا بنصحك، ده انا خايفه على مصلحتك قدام الناس، يبقى دي مش مصلحه قدام الناس دي. ده انت تنمر. لو انت فعلا عايز لي المصلحه هتاخدني على جنب وهتقولها. احنا طولنا على مشاهدينا اهم حاجه مستمعينا. ان شاء لان احنا الله الحلقه بتاعتنا نكون طلعنا بفايده. يا جماعه بلاش تنمر، ابوس ايديكم، بلاش تنمر، بلاش تنمر، بلاش تنمر. ولازم نتعلم من ده. نشوفكم في حلقه جديده إن شاء مع الله. اسراء واسراء. ان شاء الله سلام بكره عليكم. احلى. باي باي. باي باي، انتوا هايل بجد والله، هايل جدا جدا.